السلام عليكم احلى متابعين. العب يا سمك. هنعمل النهارده سمك هنضفه عشان ما لحقتش انضفه السوق، وهنعمل احلى سمك مشوي بالرده وبالدقه وبالخلطه. تابعوه معانا. العب يا سمك العب. طبعا بقى احنا خلاص غسلنا السمك، وهنبتدي بقى ايه التتبيله بتاعتنا. الاول الحشو قبل التتبيله. بص الحشو بقى عباره عن ايه؟ عباره عن فلفل رومي وفلفل وجزر وبصل وخضره وفلفل رومي وخضره. تمام. فتتبيله الانقاص دي بقى يا جماعه بتاعت الاسماك اللي انا بعملها، خشوا على اليوتيوب واكتبوا نونو شيف على اليوتيوب، هتلاقوا تتبيله اسمها تتبيله الانقاص. التتبيله دي تحفه. طبعا لسه في طماطم، هنحط الطماطم برده مع المكونات اهي، طماطم مفرومه، وهننزل نحشي كل السمك من جوه ومن بره. تمام. ودي اسمها ايه؟ تتبيله الانقاص. اكتبوا نونو شيف على اليوتيوب وهتشوفوا ايه التتبيله دي عباره عن ايه. فيها كل المكونات بتاعت السمك، وممكن تعمليها الكبده كمان، كبده برده، يعني هتديلك برده الكبده دي تيست عالي جدا. انا بعصر كده بقى الليمونه مع كل الخلطه اللي احنا هنحشيها من جوه ومن بره، وهنشويه في الفرن بالرده. طب يا نونو ده بينشف؟ لا ما تقلقوش، هقول لكم على حركه كده في الاخر. سيبوا شويه هنسيب شويه بس الحشو كده في الاخر، عشان هنعمله في الاخر ايه تاني على ايه للتتبيله من بره. شو الوقع ده كله، خلي بالكم الرخامه مغسوله كويس جدا، فانا ايه عشان لو وقعت حاجه انا بلمها تاني. خلاص بقى جبنا سمكنا غسلناه ونضفناه بعد ما لعب خلاص في البحر دي عندنا احنا، ودهنين الصاج بتاعنا زيت. ثواني كده عشان الرده الاول هنحشيه، وبعد كده هنملاه رده، هنعفره رده من بره ومن جوه. نخلص بصوا عشان نمشي الخلطه كده عشان تبقى جميله كده. نخلص بس حشو السمك واحده ورا الثانيه، وبعد كده هندهنه رده وهندخله في. طب هينشف يا نون؟ هقول لكم بس اصبروا عليا، اهدوا. هنعمله هيبقى جميل جدا زي اللي بتشتريه من على الشوايه بره من على الجريل من محلات، بطريقه كده. ريحه السمك عايزه اقول لكم نفس الريحه توصل لكم، يعني عايزه اقول لكم الخلطه دي مع الريحه رهيبه رهيبه والله، رهيب والله، رهيب رهيب والله رهيب. خلاص حشينا السمك بقى وعصنا الزيت، قلنا زي ما قلنا الصاج بتاعنا، والفرن طبعا على درجه حراره عاليه. فابتدي بقى اعصه كده رده ونقكسه كده واغطسه في الرده كده، واحطه وارصه على ايه الصاج بتاعي كني باكله في محل والله، واطعم وانضف من المحل كمان، يعني انا عارفه انا عاملاه ازاي. وبعد كده هناخده بقى ايه على الفرن على درجه حراره، وهنحطه بقى ايه هنعمل له تتبيله اخيره عشان ما يبقاش ناشف. ناس بتقول لك ده بينشف مني في الفرن يا نونو، انا جربته. لا الطريقه دي بقى معايا جربيها وهيبقى معاكي طري جدا وفلافي. هخلص كل الردات دي زي ما انتم شايفين كده. السمك بقى كده هاخده على الفرن بتاعي هفسحه. تمام بقى خدنا نفس الخلطه كده تمام، وهنبتدي بقى نعمل التشريبه اللي هي هنطلعها للسمك، ان قبل السمك دي اول ما نخرجه من الفرن من الرده بتاعته. وبعد كده هنعصر كمان عليها ليمون، وخدنا هي نفس الخلطه بس ايه هنزود عليها بس ايه شويه ميه سيكه كده صغيرين عشان نقابل ايه السمك اول ما نخرجه من الفرن. دي كمان صغنططه كده مش كتير، بس دي اسمها التشريبه. وعصرنا الليمون، وهناخد شويه كمان من تتبيله الانقاص شويه كمان عليه كده. خشوا يا جماعه نونو شيف في اليوتيوب وهتلاقوا تتبيله الانقاص. يلا سلام. نخرجه من السمك ونشوف هنعمل ايه. احلى رز صياديه بقى. رفعنا حله سمنه كده، اللي حابب يحط زيت ما فيش مشكله، انا هحط سمنه. هعمل على حبه رز صياديه كده بشويه السمك الفخارين دول، واخلي البتاعه دي بني خالص. انا عايزه اعمل رز صياديه متفخر من الاخر. طبعا معلقه حرقنا البصله وخليناها كده زي ما انتم شايفين بني، هنزل عليها بمعلقه صلصه. هبتدي بقى ايه اخلطها عشان اطلع الماده الحمراء. بعد كده هنزل بميه اسيبها بقى تقشر، وبعد كده انزل بالرز والتوابل بعد اول غلوه. الادام بيقولوا القاعد بيقولوا عليها بغلي معانا، بنزل بالرز بقى كمان كده كده. بسم الله. وحتى لو لقيتي الميه قليله ممكن تزودي عادي مفيش مشكله. تمام. وهبتدي ايه بس انا مظبوطه تمام كده، ايه بالظبط على الشعر على اساس ان انا مزينه.
بعد كده بقى نحط بقى التوابل بتاعتنا، ملح، كمون، ملح وفلفل اسمر، واسيبه بقى يغلي اول غلوه واروح رافعاه على نار هاديه. وكده الرز بتاعنا نعمل رز صيدلي. خلاص كده البتاع طلع. نحط كده زي ما انتم شايفين التتبيله اللي حطينا عليها، ما شايفين الطعم والريحه، يا بسم الله ما شاء الله. اهو زي ما انتم شايفين كده. ابتدي ارش على السمك، شايفين الريحه والتشتشه. زي ما انتم شايفين كده. ده كده كان فيديو النهارده عن شويه سمك صياديه، مع قصدي سمك مشوي في البيت مع شويه رز صياديه. لو عجبك الفيديو سبسكرايب، لايك، كومنت، شير بالحب. خشوا على اليوتيوب هتشوفوا تتبيله الانقاذ. يلا السلام عليكم.